أفضل الشركات للاستثمار. إزاي تحلل الماركت شير واتجاهات الصناعة؟ علشان تستثمر صح في أي شركة لازم تعرف تحلل الحصة السوقية واتجاهات الصناعة علشان تعرف تختار أفضل الشركات اللي هتجيب لك أعلى ربحية. أول حاجة نفهمها إيه هي الاندستري ترند والماركت شير. الاندستري ترند أو اتجاهات الصناعة دي التوجهات والتغيرات اللي بتحصل في قطاع معين من الصناعة والتجارة. والماركت شير أو حصة السوق هي النسبة المئوية اللي بتمثلها مبيعات شركة معينة من مجموع مبيعات السوق كله. تحليل الحاجتين دول مهمين جدا قبل ما تستثمر فلوسك في أي شركة علشان تتأكد إن ديت أفضل الشركات للاستثمار وإنك هتحقق أرباح كويسة ومش هتخسر. وده اللي هنتكلم عنه في الفيديو ده. تحليل الاندستري ترند أو اتجاه الصناعة. عايز تستثمر في شركة لازم تفهم الأول الاندستري ترند في القطاع اللي الشركة شغالة فيه، يعني تعرف ازاي المجال ده بيتطور وبيتغير على مر السنين، وهل الشركة ديت بتتأقلم مع التغيرات ديت ولا لأ. علشان تعرف كده لازم تتابع الأخبار وتقرأ تقارير الأبحاث الاقتصادية وتسمع من الخبراء في المجال. أما تحليل الماركت شير أو حصة السوق، بعد ما تفهم الاندستري ترند لازم تتعرف على حصة السوق بتاعة الشركة اللي عايز تستثمر فيها. حصة السوق بتقولك إن الشركة ديت مهيمنة على كام في المية من السوق، وده بيساعدك تقيم قوة الشركة وقدرتها على المنافسة. الشركات اللي حصتها في السوق كبيرة بتكون أكتر استقرار ونجاح، وبالتالي الاستثمار فيها أمان أكتر. طيب إيه مدى أهمية الاندستري ترند والماركت شير؟ الاندستري ترند والماركت شير مهمين جدا لأنهم بيساعدوك تاخد قرارات استثمارية أكتر ذكاء وأمان. تحليل الحاجتين دول بيخليك تعرف إيه هي الشركات اللي ممكن تنجح في المستقبل وإيه الشركات اللي ممكن تواجه صعوبات، وبكده تقدر تستثمر فلوسك في الشركات الناجحة وتتجنب الشركات المتعثرة. وتعالوا نشوف مع بعض تطبيق عملي لتحليل الاندستري ترند والماركت شير. علشان تطبق تحليل الاندستري ترند والماركت شير على الشركات اللي عايز تستثمر فيهم، اعمل الخطوات دي. أول حاجة اعمل بحث. قبل ما تستثمر في أي شركة اعمل بحث عن القطاع اللي الشركة شغالة فيه وعن الشركة نفسها. اجمع معلومات عن أداء الشركة وتاريخها واستراتيجياتها وتوجهات السوق اللي شغالة فيه. تاني حاجة راقب الأخبار. تابع الأخبار والتقارير الاقتصادية عن القطاع اللي عايز تستثمر فيه وعن الشركات المنافسة، كده بتتعرف على الفرص والتحديات اللي بتواجه الشركة وتقدر تتوقع أدائها في المستقبل. تالت حاجة استخدم المؤشرات المالية. الماركت شير مش كفاية لوحده علشان تقيم شركة، استخدم المؤشرات المالية زي الربحية والنمو والديون وغيرها علشان تتأكد من إن الشركة ماليا قوية وناجحة. رابع حاجة اتعلم من الخبراء سواء في الاستثمار أو التحليل المالي من الكتب أو الدورات التدريبية أو المواقع الإلكترونية اللي بتتكلم عن الاندستري ترند والماركت شير وإزاي تحللهم. خامس حاجة قارن بين الشركات المنافسة. ما تقتصرش على شركة واحدة بس، قارن ما بين أكتر من شركة في نفس القطاع وشوف أدائهم وتوجهاتهم وحصتهم في السوق. كده هتقدر تختار أفضل شركة للاستثمار على أساس المقارنة دي. سادس حاجة ما تستعجلش. ما تبقاش مستعجل وانت بتاخد قرار الاستثمار. خد وقتك وتأكد من انك قدرت تحلل الاندستري ترند والماركت شير بشكل صحيح ومتأكد من قوة الشركة وفرص نجاحها في المستقبل. سابع حاجة استثمر بحذر. الاستثمار في الشركات دايما بيكون فيه مخاطر، ومهما كنت متأكد من تحليلك للاندستري ترند والماركت شير دايما اعمل خطة احتياطية علشان لو حصل تغيير غير متوقع في السوق أو الشركة نفسها. الاندستري ترند والماركت شير بيساعدوك تاخد قرارات استثمارية ذكية وآمنة أكتر، بس ما تنساش إن ده مش كفاية لوحده. لازم تكون مستعد لمتابعة أداء الشركة والسوق بشكل مستمر وتعدل استراتيجيتك على أساس المعلومات الجديدة اللي بتظهر. الاستثمار في الشركات مش سهل، بس لو قدرت تحلل الاندستري ترند والماركت شير بشكل صحيح واتبعت النصايح اللي قلنا عليها ان شاء الله هتقدر تستثمر فلوسك في شركات ناجحة وتحقق ارباح كويسة. الخلاصة علشان تكون مستثمر ناجح وتحقق اهدافك المالية في المستقبل لازم تتأكد دايما من كذا حاجة. اول حاجة متابعة الاخبار والتطورات في السوق والشركات المنافسة. تاني حاجة ابدأ بأموال صغيرة في البداية علشان تقلل المخاطر المحتملة. وما تنساش إن الاستثمار بيعتمد على المدى الطويل، فكل ما زادت فترة استثماراتك كل ما زادت فرصة تحقيق أرباح أكبر. وكمان حاول تنوع استثماراتك وما تركزش على قطاع واحد بس،
لأن التنويع بيقلل المخاطر وبيزود من فرص الربح. وأخيرا لازم تتعلم من تجاربك وتجارب الناس اللي حواليك وتطور استراتيجيتك بناء على المعرفة اللي بتكتسبها. وبكده نكون اتكلمنا عن أكتر الحاجات المرتبطة بموضوع تحليل الاندستري ترند والماركت شير. نتمنى تكون المعلومات اللي قدمناها ليكم مفيدة وتقدر تساعدكم تاخدوا قرارات استثمارية صحيحة وناجحة. لحد هنا نكون انتهينا من الفيديو ده. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي قبل كده. السلام عليكم.